لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت روح اتفرج عليها بسرعة وتعالى واتفرج معانا على المدعكة اللي هتحصل النهاردة. بيظهر وحش عملاق جدا وين واقف مرعوب بيبصله وبيفتكر أيام ما كان صغير. هو ده الشيطان اللي قتل أبوه وأمه وخلص على قريته كلها. الشيطان بيبدأ يقول لهم أنا كان بودي أقتلكوا كلكوا دلوقتي، بس هروح لمكان فيه أعداد أكبر أقدر إن أنا أخلص عليه. وبعدها بيسيبهم ويطلع على العاصمة. رين وفريقه اتعصبوا جدا وكانوا عايزين ينقذوا الناس بأي طريقة، وعلشان كده رين بيقرر إن هم هيروحوا ويواجهوا الشيطان، وستيلا هيكون دورها إن هي تخلي المدينة وتودي الناس لمكان آمن. بيوصلوا على المكان اللي فيه الشيطان وبيلاقوه بيدمر في أي حاجة بتيجي قدامه. الشيطان بيقول لهم كويس إن انتوا جيتوا علشان أقتلكوا بالمرة، بس كناي ما بتخليهوش يكمل كلامه وبتهجم عليه وهوب بتديله بوكس وبتوقعه على الأرض. تانية هي كمان بتهجم عليه وين في الوقت ده بيكتفه بالسلاح بتاعه، بس الشيطان بينجح إن هو يفك نفسه بكل سهولة. بس في الوقت ده سورا ورونا بيفعلوا تعويذة وبيهجموا عليه وبيدمروا الأرض كلها حواليه، بس للأسف ما بيحصلوش أي حاجة. الشيطان بيقول لهم على فكرة 5-1 كتير، علشان كده أنا هستعين ببعض أصدقائي. وفعلا الشيطان بيبدأ يستدعي عدد كبير جدا من الوحوش وبيخلوهم يهجموا على عين وفريقه. بينجحوا إن هم يخلصوا عليهم، بس للأسف الأعداد عمالة تزيد وما بتخلصش. الشيطان في الوقت ده بينتهز الفرصة وبيضرب كناي بتعويذة كبيرة. رين وسورا ورونا بيحاولوا إن هم يعالجوها، وتانية كانت بتحاول إن هي تصد السحر بتاعه، بس في الآخر بينجح إن هو يصيبها. بعدها الشيطان بيبدأ إن هو يضرب هجمات تاني على كل المدينة. رين في الوقت ده بيتعصب جدا وبيضرب عليه تعويذة بسحر النار، وسورا ورونا هما كمان بيهجموا عليه بتعويذة من تعويذ الجنيات. ورين في الوقت ده بينجح إن هو يعالج تانية وكناي وبيقول لهم يلا بينا نخلص عليه. تانية وكناي بيطيروا عليه فعلا وبيبدأوا إن هم يهجموا عليه بكل قوة ومن كل مكان، وبينجحوا إن هم يطيروه في السماء. وسورا ورونا بيهجموا عليه هم كمان، وكل الهجمات دي أدت إن دراع الشيطان يتقطع، بس للأسف هو لسه واقف على رجليه وبيستدعي كمية وحوش أكبر وبتملى المكان كله، وبيسيبهم وبيطير في السماء علشان يعمل تعويذة، وبالتعويذة دي هيقدر إن هو يخلص على المدينة كلها. رين في الوقت ده بتجيله فكرة يقضي بيها على الشيطان، بس هو مش عارف يعمل كده إزاي وسط كل اللي بيحصل ده، فبيخلي سورا ورونا ينقلوا الناس لمكان آمن، وكناي وتانية هيحاربوا هما الوحوش ويفضوا الطريق ليه. وفعلا سورا ورونا بيوصلوا على ستيلا اللي كانت بتحارب وحوش ونجحت إن هي تخلص عليهم، وبيعرفوها باللي بيحصل وبيخلوها تجمع كل الناس علشان ينقلوهم لمكان آمن. ستيلا بتقول لهم ماشي وبتروح إن هي تجمع الناس كلها، وكناي وتانية في الوقت ده كانوا بيخلصوا على الوحوش. رين كان عاوز يساعدهم بس هم قالوا له وفر طاقتك دي لراس الكبيرة. في الوقت ده سورا ورونا كانوا نجحوا إن هم يجمعوا الناس وخلاص هينقلوهم لمكان آمن، بس الوحوش كانت قربت عليهم ولازم ينقلوهم بسرعة. على الناحية التانية بقى رين وكناي وتانية الوحوش حصرتهم من كل حتة، بس مرة واحدة رين بيلاقي كل أعضاء النقابة جم وبدأوا يحاربوا معاه ويخلصوا على الوحوش. بس في الوقت ده نينا كانت قاعدة متضايقة علشان مش عارفة تساعده، فبتطلع تجري على رين وتحضنه اللي كان في الوقت ده بيعمل تعويذة على الشيطان بس مش عارف يعملها علشان بعد المسافة بينهم، وبيقول لازم تعويذة تنقلني قدامه علشان أعرف أواجهه. تانية وكناي بيحاولوا يفكروا في أي حل بس ما بيوصلوش لحاجة، بس في الآخر الحل بيطلع عند الشبه ونص نينا، لأن هي عندها القدرة على الانتقال بشكل مفاجئ لأي مكان هي عايزاه. رين أول لما بيعرف بيطلب منها إن هي تساعده، وهي طبعا بتوافق. رين خد على ظهره وبدأ إن هو يجري ناحية الشيطان اللي أول لما شافه بدأ إن هو يهجم عليه، بس رين بيستخدم مهاراته وبينجح إن هو يهرب منه. بعدها الشيطان بيضرب تعويذة كبيرة على رين علشان يخلص عليه، بس رين بينجح إن هو يستخدم قوة نينا في الانتقالات ويوصل عند الشيطان بكل سهولة. الشيطان اتصدم جدا وبيحاول إن هو يهرب، بس رين وراه. رين في الوقت ده بيعمل تعويذة تقوية وبيستخدمها على الشيطان وبيحبسه. طاقة الشيطان بتتجمع على جسم رين وكان خلاص هيموت، بس بيبدأ يفتكر الذكريات اللي مر بيها وكل الناس اللي المفروض يحميها، وقوته بتبدأ إن هي ترجع له تاني، وبيبدأ إن هو يزعق للشيطان ويتحكم في كل الوحوش اللي حواليه. الشيطان بيتعصب جدا وبيبدأ يهجم على رين علشان يخلص عليه، بس رين في الوقت ده بيعمل تعويذة مضادة وبيخلي كل الوحوش تهجم على الشيطان، وفعلا بيهجموا عليه وبيبدأوا إن هم ياكلوا فيه حتة حتة. وفعلا
ريم بينجح إن هو ينتصر على الشيطان، والشيطان جسمه بيبدأ يتفك حتت، ورين ونينا طاقتهم بتخلص وبيبدأوا يقعوا من الجو، بس تانية بتطير عليهم وبتلحقهم بكل سرعة، وكلهم بيبقوا مبسوطين وفرحانين جدا باللي حصل. وبتعدي الأيام ونينا بتطلب من رين إن هو يضمها الفريق. رين بيرحب بالفكرة وبيبدأ إن هو يتعاقد معاها، وبكده فرد جديد بينضم للفريق بتاع رين. رين بعدها بيطلع على النقابة وبيقابل ستيلا هناك. البنت بتاع النقابة بتبدأ إن هي تهني رين إن هو هزم الشيطان، وإن كمان مرتبته علت وبقى في المرتبة التالتة. الفريق كله بيفرح بيه جدا وبيبتدوا إن هم يحضنوه. رين بعدها بيسأل البنت بتاع النقابة على بيت كويس يقعدوا فيه علشان هم عددهم بقى كبير. البنت قالت له حلك عندي. بتبدأ تاخدهم وتلففهم على البيوت يتفرجوا عليها، بس ولا بيت عاجبهم، لحد اما اخيرا بيلاقوا البيت المناسب اللي هيقعدوا فيه. البت قالت لهم البيت اللي انتوا اخترتوه ده بيت مميز جدا، بس هو فيه حاجة صغيرة جدا. رين قال لها فيه؟ قالت له هو فيه شبح ساكن فيه. كناري اول لما سمعت اترعبت جدا. رين بيطمنهم وبيقول لهم ما تقلقوش، انا هدخل ابص بص. رين بدأ يلف في البيت وكله تمام التمام، بس اول لما دخلوا الصالة المصيبة بتحصل. العفش كله بدأ يتحرك حواليهم. بعدها بيسمعوا صوت بيقول لهم اخرجوا من هنا، وبيبدأ الشبح يظهر قدامهم على هيئة بنت وبيخوفهم. سورا ورونا بيحاولوا ان هم يهجموا عليه بس بدون فايدة، بس بيجمعوا كلهم قوتهم وبيهجموا عليها وبينجحوا ان هم يسيطروا على الشبح ده. بعدها بيقعدوا ويتكلموا وبيتعرفوا كلهم عليها واسمها تينا، وبتبدأ ان هي تحكي لهم عن قصة حياتها. وبعد ما بتخلص بتقول لهم طالما انتم مخفتوش مني وخلاص هتقعدوا هنا امشي انا بقى. بس رين طبعا بيرفض وبيقترح عليها خلاص ان هي تقعد معاهم. البنات كلهم بيوافقوا والكل بيكون مبسوط وسعيد. بعدها بيقعدوا ياكلوا لقمة مع بعضهم كلهم. رين بيبص لهم وبيبدأ ان هو يفتكر ذكرياته مع عيلته، وبتبدأ عينه تدمع، بس بيكون مبسوط جدا باللي هو وصل ليه. وبيعيش الكل مع بعض وبتعدي الأيام وهم عايشين كعيلة واحدة ومبسوطين وفرحانين. وبكده بيخلص الأنمي بتاعنا. قولنا ايه رأيك فيه، واستنوا الملخصات اللي جاية ومش هنأخر عليكم. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.